تخيل إنك تصحى الصبح تلاقي ملك بلد كاملة ركب يخته وساب مصر، وبعدها في ساعات موظفين الحكومة يدخلوا قصوره فيلاقوا ملايين الجنيهات في البنوك وآلاف الأفدنة ومجوهرات نادرة وطوابع قيمتها ثروة لوحدها وعشرات القصور والاستراحات والسيارات الفاخرة. لكن الصدمة الأكبر مش حجم الثروة، الصدمة إن المؤرخين لحد النهاردة مختلفين. هل كل الأرقام دي كانت حقيقية ولا بعضها اتضخم بعد الثورة؟ في صباح يوم 26 يوليو سنة 52 وقف الملك فاروق على ظهر اليخت الملكي المحروسة في ميناء الإسكندرية. قبلها بأيام قليلة كان أقوى راجل في مصر، يوقع القوانين ويعين الوزراء ويعيش داخل شبكة من القصور والحاشية والخدم والحراس. لكن دلوقتي كل شيء انتهى. الضباط الأحرار أجبروا الملك على التنازل عن العرش لابنه الرضيع أحمد فؤاد، وركب فاروق اليخت متجها إلى إيطاليا، وكان بيعتقد أن ما يملكه سيظل ملكا له. لكن اللي حصل بعد رحيله كان بداية واحدة من أكبر عمليات الجرد والمصادرة في تاريخ مصر الحديث. عشان نفهم القصة لازم نرجع للخلف شوية. الملك فاروق ما بدأش حياته فقير وبعدين جمع ثروة. الحقيقة انه اتولد داخل واحدة من اغنى العائلات في الشرق الاوسط كله، عائلة محمد علي باشا. كانت بتمتلك اراضي شاسعة واوقاف وقصور وممتلكات ضخمة من القرن ال19. ولما توفى الملك فؤاد الاول سنة 36 ورث فاروق جزء مهم من هذه الممتلكات. أهم حاجة ورثها آلاف الأفدنة الزراعية وعدد كبير من المنقولات والتحف والمجوهرات الملكية. وقبل وفاة الملك فؤاد بساعات أصدر أوامر ملكية تنقل إلى ابنه فاروق جزء كبير من المقتنيات النفيسة الموجودة داخل القصور، وده اللي زاد حجم ثروته الشخصية منذ بداية حكمه. لكن رغم كده ما كانتش كل أموال الملك جاية من الميراث فقط. طبقا لدستور سنة 23 كان الملك بيحصل على مخصصات مالية رسمية. الدستور حدد الراتب السنوي للملك بمبلغ 150 ألف جنيه مصري، في زمن كان الموظف العادي بيحصل فيه على بضعة جنيهات فقط شهريا. كمان كانت الأسرة المالكة بتحصل على مخصصات منفصلة خصصها القانون، وكان لكل أمير وأميرة مخصصات معينة تختلف حسب العمر والوضع داخل الأسرة. أما ولي العهد فكان له مخصص مستقل، وكانت الملكة أيضا بتحصل على مخصص سنوي محدد. المثير للاهتمام إن القانون ما كانش بيسمح للملك بزيادة راتبه كما يشاء، لكن أي تعديل كان بيحتاج لإجراءات قانونية وموافقات رسمية. المشكلة ما كانتش في الراتب وحده، لكن في حجم الممتلكات الخاصة اللي كانت بتتزايد مع مرور الوقت. لما اعتلى فاروق العرش كان لا يزال بيتمتع بشعبية كبيرة جدا. المصريين حبوا الملك الشاب، والصحف كانت بتتكلم عنه باعتباره أمل البلاد الجديد. ولزيادة الصورة الإيجابية دي أعلن التنازل عن تلت مخصصاته السنوية، أي نحو 50 ألف جنيه، وطلب توجيه المبلغ إلى أعمال النفع العام. وبعد كده قدم تبرعات متعددة للفقراء والمتضررين من الكوارث والجمعيات الخيرية، وتبرع لمستشفيات وجمعيات إسلامية ومسيحية ويهودية، وأمر بتجديدات ومساهمات من ماله الخاص في بعض المؤسسات الدينية والخيرية. لكن مع نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات بدأت الصورة تتغير. دخلت مصر أجواء الحرب العالمية الثانية، وظهرت طبقة جديدة من أثرياء الحرب، رجال أعمال وتجار ومقاولين جمعوا ثروات هائلة من التوريدات والصفقات. في الفترة دي بدأت المعارضة تتحدث عن تزايد نفوذ الفساد حوالين القصر، وزادت الانتقادات الموجهة للنظام الملكي. وفي الوقت نفسه كانت ممتلكات الملك تستمر في النمو. هنا بتظهر المشكلة. لما بنحاول نعرف حجم ثروة فاروق الحقيقي بنصطدم بتناقض ضخم في الأرقام. بعض المصادر قالت إنه ورث حوالي 15 ألف فدان، وبعضها قال إن أملاكه وصلت لاحقا ل 48 ألف فدان، وأخرى ذكرت 96 ألف فدان، بينما ظهرت تقديرات أخرى رفعت الرقم لأكتر من كده بكتير. وعشان كده لا يوجد رقم نهائي متفق عليه بين المؤرخين، لكن الجميع تقريبا يتفقون انه كان من اكبر ملاك الاراضي الزراعية في مصر. اما الحسابات البنكية فكشفت لجان الجرد بعد الثورة عن وجود ملايين الجنيهات داخل البنوك، وكان من اشهر الارقام المتداولة وجود اكثر من 2.5 مليون جنيه في البنك الاهلي، واكثر من 1,000,000 جنيه في بنك مصر، وهي مبالغ ضخمة جدا بمقاييس الزمن ده. الصدمة برضو ما كانتش في الفلوس، لكن في اللي اتوجد جوه القصور.
جوه قصر القبة وغيره من القصور الملكية اكتشفت كميات هائلة من التحف الفنية ومجوهرات مرصعة بالألماس والياقوت والزمرد ولوحات فنية وسجاد فارسي نادر وأطقم فضة وذهب ومجموعات نادرة من العملات القديمة وأكبر مجموعات من الطوابع في العالم تقريبا، حتى إن هواية جمع الطوابع كانت من أشهر هوايات الملك فاروق، وكان بينفق مبالغ ضخمة للحصول على أندر الطوابع العالمية. برضو امتلك عدد كبير من السيارات الفاخرة واليخوت والاستراحات الملكية والقصور المنتشرة في أنحاء مختلفة من مصر، وكان هناك أيضا مزارع وأراضي ومسطحات مائية تستخدم للصيد وحدائق خاصة ومرافق ترفيهية واسعة ليلة يعني. ومع مرور الوقت بدأت شعبية الملك تتراجع، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار. واتهامات بالفساد. وبعدين جت حرب فلسطين سنة 48 وما تبعها من أزمات سياسية وعسكرية، فازداد الغضب الشعبي وأصبحت الصحافة أكثر جرأة في انتقاد النظام، وظهرت مقالات تتحدث عن الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة. بعد كده جت الكارثة الأكبر، حريق القاهرة يناير 52، العاصمة تحترق والبلاد تدخل مرحلة من الفوضى السياسية والثقة في النظام الملكي تتهاوى بسرعة. بعد أقل من 6 شهور اتحرك الضباط الأحرار. في ليلة 23 يوليو انتهى عهد كامل من تاريخ مصر. بعد رحيل فاروق بدأت الدولة الجديدة في حصر ممتلكاته، وبعدين صدر قرار بمصادرة أملاكه، وبعد كده تمت مصادرة ممتلكات أسرة محمد علي بالكامل تقريبا، وبدأت المزادات وبيع جزء كبير من الممتلكات اللي كانت موجودة داخل القصور. لكن لغاية النهاردة وبعد أكتر من 70 سنة لا يزال الجدل قائما. هناك من يرى أن فاروق كان فاسد واستغل سلطته لتضخيم ثروته، وفي ناس تانية بتشوف أن جزء كبير من ثروته كان موروث من الأسرة، وفي ناس بتعتقد أن بعض الأرقام اللي ظهرت بعد الثورة كانت بتحمل مبالغات سياسية. لكن الشيء الوحيد الذي لا يختلف عليه أحد إن الملك فاروق خرج من مصر وساب وراه واحدة من أضخم الثروات اللي ارتبطت بحاكم في تاريخ مصر الحديث، ثروة ما زالت تثير الأسئلة والجدل حتى يومنا هذا.